بما ان النهارده الويك اند فانا قررت بقى ان انا ادلع نفسي فانا لازم اشتري لنفسي حاجات جديده. اشتريت منتجات من لوفيرا خطيره يا جماعه. صراحه طلبت منتجات من شركه لوفيرا تستاهل كل جنيه بيتدفع. اول حاجه بقى وهي الشاور جل، وانا جبت نوعين وهم عندهم 6 انواع. جبت اللي بالورد وباللافندر، واكيد هجرب باقي وده الانواع، لانه احسن شاور جل انا استخدمته، وحرفيا يا جماعه كريمي بشكل مش طبيعي، هيديكي ترطيب وريحه للجسم هتفضل في جسمك يومين. ده لانهم عاملين تركيبه في الشاور جل رهيبه بتفضل في جسمك يومين وبتسيبه مترطب لوقت طويل. ما ينفعش الدلع يكمل من غير ما اجرب سكراب الشفايف بتاع لوفيرا، وعايزه اقول لكم بجد يا جماعه طلع خطير. جبت من عندهم 3 انواع بالخوخ والورد والفراوله، وعايزه اقول لكم بجد ان هو مجرد ما هتحطوه على شفايفكم هيسيب تنت خطير. كل سكراب بيجي معاه ليب بالم، عايزه اقول لكم ترطيبها بجد خطير للشفايف. واحلى حاجه في السكراب ان السكر بتاعه امن، يعني ما فيهوش اي كيميكالز، مش هيعمل اي تحسن. جبت كمان من عندهم الهير باتر للشعر الكيرلي والعادي، حرفيا فيها كميه زيوت ومرطبات مش طبيعيه. هي مش مجرد هير باتر عاديه، لانها ترميم علاجي للشعر، كمان هتغذي الشعر جدا، كمان هو بيعالج التقصف والهيشان، والشعر بيمتص بسرعه جدا، غير الترطيب والنعومه والريحه الحلوه اللي هتفضل في شعرك. سمعت كمان ان هم عندهم سبلاشات خطيره والثبات بتاعها تحفه. واول سنت طلبتها وهي كانت سي، وحرفيا ما تختلفش حاجه عن البرفيوم من كتر ما هي ثابته وخطيره. تاني سنت كانت جوتشي بلون، وعايزه اقول لكم بجد ريحتها ورد وخطيره يا جماعه، بجد هتعجبكم. اخر واحده طلبتها كانت شجري، وبجد خطيره. انتوا كمان لازم تجربوا منتجات لوفيرا، بجد مش هتندموا.